السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي اكله سهله مع سولي. النهارده هقدم لكم اجمل اكله ممكن تاكلوها في الشتاء وفي ايام البرد الساقعه الحلوه اللي احنا بنعيشوها دي. دي اكله الدفى، اكله الباور، اكله الطاقه، اكله اللي هي بتسخن الجسم وبتخلي البني ادم دفيان كده في عز ما المطره شغاله. الاكله دي الكبار بيحبوها قبل الصغيرين. نوع من انواع الحلو، طعمها حلو قوي، مغذية جدا جدا. الاضافة كمان ان الاكلة دي يعني حلو قوي للتسمين، اللي عايزة مثلا تتخن، اللي عايز يتخن. هي بتبقى علاج للنحافة، وبتبقى علاج للانيميا. يعني هي حلوة قوي للنحافة وللانيميا، بتزود الوزن وبتبقى جميلة جدا. في ناس كتير قوي ما بيعرفوش يعملوها، بتطلع معاهم مش مظبوطة. اما تطلع معاهم ممررة زيادة عشان طبعا دي فيها حلبة، اما بتطلع معاهم مثلا ناشفة وجامدة بتنشف. ففي ناس ما بتعرفش تظبط معاها. طبعا الاكلة دي اكيد كلكم عرفتوا دي ايه، المفتقة او الحلبة المعقودة او الحلبة بعسل، او في ناس تقولك ايه المكسرات بالعسل، على حسب ما اي حد، يعني على حسب ما انتم بتسموها. يا اما حلبة معقودة، يا اما مفتقة، يا اما حلبة بالعسل او مكسرات بالعسل. لو لسه ما اشتركتوش في قناتي يا ريت تنزلوا دلوقتي تكبسوا على الزرار الاحمر اللي تحت، زرار الاشتراك او السبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. ويا ريت بقى لايك وشير، تشيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا لاصحابكم وللجروبات اللي انتم مشتركين فيها كده، عشان كل الناس تقوم تعمل الحلبة الحلوة دي كده وتتدفى في الشتاء اللي احنا عايشين فيه ده. هوت هتعجبكم جامد قوي. على فكرة الاكلة دي بيحبها الكبار قبل الصغيرين، جميلة قوي. بتنفع في سندوتشات للمدرسة، تنفع عشاء، تنفع فطار مع كوباية لبن كده. سندوتش الحلبة دي بيعمل شغل حلو قوي، يعني يديكي طاقة طول اليوم ويدفيكي طول اليوم، ويخلي حتى مغذي جدا للاطفال، يعني بيديهم طاقة كده ويخليهم عندهم نشاط. حاجة جميلة قوي. يلا بينا بقى نخش على المقادير ونشوفوا هنعملهم ايه. اول حاجة مبدئيا كده، انا ال زي ما انتوا شايفين كده السمسم انا ما بحبش احمره في الزيت، انا بحب احمصه كده لوحده قبل ما ابتدي في الحلبة بتاعتي. بحب ان انا احمصه كده، بياخد اللون الذهبي الحلو. في ناس تانية بتحب، وده الاغلبية يعني، بتحب ان هي تحمره في الزيت قبل ما تحط الدقيق عليه. فطبعا انا بحب احمصه الاول. ليه؟ اولا ما بحبش اكتر لها زيت عشان تكون صحية زيادة عن اللزوم اكتر يعني. بعد كده، وعشان كمان ما تنشفش مني، في بقى بنخدم شوية زيت كده معقولين، قيمة ده انا هعمل 1.5 كيلو عسل. هاخد لهم حوالي نص كوباية زيت او اقل كمان، وبحط فيهم 4 أو 5 معالق كبار دقيق، وكأني بعمل بشاميل كده، بس بدل ما هعمله بالسمنة بعمله بالزيت. بس مش بحمر الدقيق، يعني بخليه لونه فاتح زي ما هو، يغلي بس كده، يفقفق كده الفقفقه اللي انتوا شفتوها دي، وابقى منزله عليه بالسمسم المحمص اللي انا حمصته، وبقلبهم كلهم في بعض كده. بقلب الخليط كويس جدا، وبعد كده بنزل بالعسل بتاعي اللي انا هعمله. عايزه اقولك على حاجه مهمه جدا، وانتي بتشتري العسل تجيبيه من مكان مضمون. الحاجه التانية يكون تقيل، ما يكونش من العسل الخفيف، علشان تطلع معاكي الحلبة المعقودة حلوة. وبعدين نزلت بكمية العسل اللي عندي كلها، وبسيبها على النار تغلي غلوة او تعقد كده مرة واحدة. مش بخليها تغلي كتير علشان ما تنشفش مني لما تبرد. بتغلي غلوة حلوة كده، غلوة واحدة بس. وبعد كده هوت زي ما انتوا شايفين كده معايا، بيبتدي ان هو يغلي شوية شوية كده لحد ما يغلي للدرجة اللي انتوا شايفينها دي. هي غلوة واحدة بس، مش هقول تاني علشان لما يبرد ما ينشفش. وببتدي ان انا اختبره في طبق، يعني اختبر السمك بتاعه او التقل بتاعه في طبق. ازاي؟ بجيب طبق فاضي كده ناشف وحلو، ناشف خالص ما فيهوش ميه، وبحط معلقه صغيره كده من العسل، وبشوف التقل بتاعه، يعني بخليه يتهوى كده سنه واشوف التقل بتاعه. لما الاقيه عمل الخيط كده الموصول ده مع بعضه، يبقى كده بقى تمام، التقل بتاعه كده المظبوط. بقوم نازله بقى عليه بالمكسرات اللي عندي. في ناس بتحط سوداني فقط، وفي ناس بتحط المكسرات اللي موجوده عندها في البيت. انا كان عندي شويه
بندق زي ما انتوا شايفين كده، جرشته جرشه خفيفه كده، وهحطه مع السوداني، واحط شويه معقولين على قد قيمه العسل اللي انا حطاه. وبعد كده بقى بقوم جايبه الحلبه المطحونه اللي هي بطل الوصفه دي دولت شويه حلبه مطحونه بحطهم على العسل بتاعي. طب دولت مقدارهم قد ايه؟ انا قلت لكم هعمل 1.5 كيلو عسل، هحط عليهم معلقتين كبار حلبه مطحونه، ما تكتريش اكتر من كده علشان ما تبقاش ممرره معاكي. بقوم حط عليهم معلقتين كبار حلبه مطحونه على 1.5 كيلو عسل. عايزه تزودي شويه على حسب ما انتي تقبلي درجه المراره بتاعت الحلبه، عايزه تقللي شويه بردك على حسب رغبتك. بس دي المكونات المضمونه 100% تطلع طعمها حلو قوي، احلى كمان من اللي احنا بنشتروها علب. بتبقى ساعات بتتباع علب كده معلبات في السوبر ماركت، طبعا العلبه بتبقى غاليه وما فيهاش لقمتين على بعض، ما بتخلص في وقت ساعتها. انما الطريقه دي بتبقى اقتصاديه وجميله وبتوفر معاكي وبترمي كمان معاكي كميه حلوه. عايزه اقول لكم حاجه كمان، ان الحلبه دي او الحلبه المعقوده او المفتقه دي، في ناس بتحط لها اضافات كتيره قوي ملهاش لازمه. في ناس بتحط مغات، وناس بتحط بردقوش، على مش عارفه ينسون، على ايه. طبعا كل ده حاجات ملهاش اي 60 لازمه. هي دي الوصفه الحقيقيه اللي بتاعت ستي زمان، اللي كانت بيعملوها الناس الكبار، اللي بتطلع حلبة جميلة وطعمها عسل. طبعا عايزة تسيبيها شوية، يعني مش هتستهلكوها على طول في ساعتها وتخلص، هتركنيها شوية عندك. هنعصر عليها نقطتين ليمون زي ما شفتوا كده، او على حسب الكمية برضك، ما تكتريش في الليمون. دولت 1.5 كيلو عسل، انا خدت لهم نص ليمونة صغيرة، عصرة كده، عصرة ليمون، علشان لو قعدت ربما يعني لو قعدت ما تسكرش مني، يعني العسل ما يسكرش. ودي الحاجة اللي بتحافظ عليها من ان العسل يسكر. في برضك ناس بتستبدل عصرة الليمونة دي بايه؟ بملح الليمون، وانا ما بفضلش ملح الليمون، هي عصرة الليمونة كده وشكرا، حلوة قوي على كده. زي ما انتوا شايفين كده بقت جميلة وحلوة خالص. عايزة اقول لكم ان انا هديت النار خالص بعد ما غليت، وممكن كمان تطفي النار اصلا بعد ما تحطي قبل ما تحطي السوداني وقبل ما تحطي الحلبة، ممكن تطفي النار عشان تطلع معاكي كويسة ومية مية. وبس، وبسيبها بقى تهدى كده شوية، وبعدين بعلبها بقى في العلب البرطمانات الازاز بتاعتي، او العلب اللي انا عايزة احطها فيها. وزي ما انتوا شايفين كده بتبقى اكلة في منتهى الجمال، روعة وحلوة قوي، وبتبقى مغذية جدا زي ما قلت لكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والكومنتات بتاعتكم الحلوة، علشان بتشجعوني ان انا انزل لكم كل حاجة جديدة وبوصفات سهلة وجميلة. يا ريت ما تنسوش لو لسه ما اشتركتوش في قناتي، تنزلوا دلوقتي حالا تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. وبألف هنا على قلبكم يا رب. يلا باي باي.